مساء او صباح الخير على حسب الوقت اللي انت شايف فيه الفيديو ده. مبدئيا الفيديو انا عامله لاخواتنا اللي هم لسه داخلين الجامعه اول سنه السنه دي. عايز اقول لكم حقيقه علميه ومعلومه، مش نصيحه، معلومه. انتوا اول يوم في الجامعه بتبقوا فرجه الجامعه. يعني انت لما تدخل الجامعه كده هتلاقي ناس اكبر منك دفعات تانية وثالثه ورابعه وخمسه وطفر، هتلاقي قد ايه. اعرف ان هم جايين مليون في المية مش عشان يدرسوا، لا دول جايين عشان يحفلوا عليك. والله العظيم جاي عشان احفله عليك. فانا هقول لك شويه حاجات تحاول ان انت ما تعملهاش، بحيث ان انت بعد كده تقدر انت تعيش وتكمل الحياه بتاعتك عادي في الكليه. وخلي بالك الكلمه اللي ماما قالتها لك في الثانوي اللي هي بتاعت يا حبيبي ذاكر في الثانوي هترتاح بعد كده في الكليه، يا حبيبي ذاكر في الثانوي وهتطلع مع عنق الزجاجه. فعلا انت هتطلع مع عنق الزجاجه بس هتبقى في الشلمون. فانا هقول لك شويه حاجات لو عملتها الشلمون بتاعك هيوسع شويه. بالنسبه للولاد والبنات خلي بالك اول يوم في الكليه لازم تكون شيك، بمعنى انت لازم تكون لابس لبس كويس، ابعد عن الاوفر وعك بعد كده براحتك. ليه؟ لان الانطباع الاول هو اللي بيدوم. بالنسبه للولاد ركز معايا في الكلمه اللي هقولها ديت، اوعى 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 تلبس بدله يا معلم. اوعى اشوفك لابس بدله. جو محمد هنيدي ده خلص من زمان يا معلم. يعني ما اجيش اقابل واحد كده وانا داخل الكليه اول يوم اقول له يا معلم انت لابس بدله ليه؟ اقول له والله العظيم اصلا الاناقه عنواني، انا جاي من كتر الاناقه عايز اكون انيق واحد في الكليه. لا يا معلم انت كده هيطلع عين اهلك في الكليه. فكك برضو من اللبس اللي عليه الفيمس واللي عليه السرسجيه. الشياكه في البساطه، كل ما اكون بسيط كل ما اكون شيك. وبالنسبه للبنات خلي بالك في فرق بين انك تحط ميك اب على وشك وانك تحط وشك في الميك اب. شغل النقاشين ده خلص من زمان. وخلي بالك هقول لك حاجه بقى دي ركزي فيها كويس قوي، مش معنى ان انت جبت لبس كتير قوي قبل ما تدخلي الكليه ان انت تلبسيهم كلهم وانت داخله. انت داخله كليه مش داخله فرح. واهم حاجه لازم يكون في تناسق في الالوان، زي ما قلت الشياكه في البساطه. يعني ما تلبسي مثلا احمر على اخضر على ازرق وبعيد عن الفسفوري. الفسفوري ده بص بيشعللنا، ابعد عن الفسفور اللي بينور في الضلمه ده، ماشي. وخلي بالك يعني انت داخله تدرسي مش داخله كار فيستيفال ولا داخله عرض ازياء. الشياكه في البساطه. لازم نقل برضو من السيلفي بتاع اول يوم الكليه، لان التايم لاين عند اي حد بيبقى اليوم ده كله صور. اصلا المشكله البنت بتلاقي داخله الكليه بتحس ان هي داخله اصلا عايز تتصور بس، تجيب الشله بتاعتها يلا يا بنات هنتصور يلا. لا يا جماعه تحاول تقل من الكلام ده شويه. المشكله اللي بعد كده لما ترفعها على الفيس تقعد تكتب لك بقى فيلينج هابي ويز ماي بيستيز، وفي سمول يعني ايه اسهال ايموشنز موجود بقى، تلاقي بقى قلوب وسناجب بترضع وفراشات بقى وحبايبي لا يا جماعه لا مش هينفعش. بالنسبه للناس اللي ربنا وفاها ودخل الكليه الطبيه، اوعى تروح اول يوم الكليه وانت معاك البلطو، هيتحفل عليك يا معلم. انت ما بتحتاجش البلطو لمده شهر قدام، وما تقعدش تقول لي بقى لا انا دخلت كليه طبيه لازم افتخر واقول للناس كلها ان انا ماسك البلطو وداخل الكليه. لا يا معلم، الزراعه بتلبس البلطو برضه، الصنايع بتلبس البلطو برضه، مع احترامي ليهم. فما فاهم. والبنات برضه والولاد اللي هم داخلين هندسه ما تروحش برضه بحرف تي، ما بيحتاجوهاش خالص دلوقتي. بالنسبه للبنات اول يوم الكليه لما تقابلوا بعض ممكن تقابلوا بعض ازيك عامل ايه الاخبار وحاجات من دي بالراحه، بلاش افوره بقى اللي هو واحده حبيبه قلبي بجد مش مصدقه نفسي بجد ما شفتكيش بقالي 6 ساعات والله بجد انت خسيتي قوي النهارده، لا بجد مش مصدقه. بلاش الاوفر انسوه. ونصيحه مهمه، قرري من اول يوم الجامعه انت محجبه ولا مش محجبه، مش يوم تلبسيه ويوم تقلعيه. شغل الرعاش ده احنا مش عايزينه. بالنسبه للولاد لو انت قلشك وحش اوعى تقلش، لان اقسم بالله لو قلشت قلشه واحده وحشه هتكمل بقيه حياتك وحيد. يعني ما يجيش واحد مثلا يجي يقلش عليا يقول لي على فكره انت عارف ليه سموا رئه بلانج بالانجليزي؟ اقول له ليه؟ يقول لي اصل لما اكتشف هو كانت كتير لانج. اقسم بالله لو قلت قلشه زي دي هعدمك ايه ده، انا هديك اللي بوس بالنبله. واهم حاجه لما تدخل الكليه الدكتور بقى هتلاقي في كيان موجود اسمه الدكتور، مش مستر ولا سير، لا اسمه الدكتور. نصيحه مهمه، اي حاجه فني الدكتور يقول عليها اضحك مش تضحك، انت موت من الضحك. لان لو ما ضحكتش اقسم بالله العظيم الدكتور ده احسن واحد بيشوف انت عندك البواسير ولا لا. يعني لو الدكتور قال لك مثلا على فكره مره واحد ولم يمر الاخر، موت من الضحك. يعني لو قال لك مره واحد تعمل مش طلع يجري، اضحك عليها اعمال سنه، اضحك يا معلم اضحك. اهم حاجه تبعدوا عن فئه من الناس هتقابلوها في الكليه اللي هي تطلع من الامتحان تقعد تقول لك انا هشيل ما حلتش حاجه والله العظيم 3 ما حليت حاجه. الناس دي بتطلع اوائل دفعه، ابعدوا عنها تماما. بالنسبه للولاد لما تبقى واقف عند المدرج كده وسادد الباب بتاع المدرج وبنت جت قالت لك لو سمحت يعني ممكن اعدي، ده مش معناه ان هي معجبه بيك، لا ده هي عايزه تعدي فعلا. والله انت انت طشحت سادد الباب فهي عايزه تعدي فعلا، هي مش معجبه مسك المشجر، هي عايزه فعلا تعدي. والبنت برضو لما تيجي تطلب منك مثلا في المحاضره تقول لك لو سمحت يعني ممكن قلم، ده مش معناه انها بتلغيك، لا هي فعلا محتاجه قلم لانها اكيد ناست القلم في البيت. هي ممكن تكون مثلا ناست القلم لان انا حاطط مكانه قلم الكحل لان مهتمين بالميك اب اكتر، لا بس هي اوريدي مش معجبه بيك، فانت اديها القلم وخليك حلو.
حلو جدا. اللي فات ده كان كله كان كلام هزار وحاجات من دي. تعال بقى نتكلم كلام بجد. انت كبنت، الكلام ده للبنات، انت كبنت هديك 4 نصايح و4 حاجات تاخديها معاك الكليه. ايه هما؟ اول حاجه، خدي معاكي ثقه اهلك فيكي اللي حطوها فيكي بقالهم 18 سنه ووعد تضيعيها في 4 سنين. رقم 2، خدي معاكي هدفك وحلمك اللي انت بتجري عليه من ايام ثانوي مهما كانت كليتك. يعني لو انت عايزه طب ودخلت زراعه، لا ممكن تحقق هدفك من زراعه. لو انت عايزه هندسه ودخلت تجاره، ممكن تحقق هدفك من تجاره، مع احترامك ال4 كليات طبعا. 3، خدي معاكي ثقتك في نفسك اللي المفروض ما تتغرش بالفلوس الكتير وباللبس المبهرج وبالحاجات دي كلها. لا، ثقتك في نفسك اهم حاجه في الكليه. اهم حاجه، خدي معاكي غلاوتك. لازم تكوني غاليه في الكليه. اوعي ترخصي نفسك، لان لو رخصتي نفسك الرخيص هيرخص لك وانت كده هتبقي رخيصه قوي. وبالنسبه لحبايب الرجاله بقى، هنقول النصيحه اللي كلنا بنجري عليها: الدراسه ومستقبلك اهم من العروسه مليون مره. يعني انت تدخل الكليه ما تقعدش تهتمي لي بقى بالبنشات وشعر صدري والبس لبس كويس والحاجات دي، لا، فكر في مستقبلك وفكر في حياتك بعد كده. لان انت في الكليه لما تبقى ناجح ومستقبلك معروف وهتبقى حاجه كويسه، العروسه هي اللي هتجري وراك بعد كده. لان خلي بالك وحطها حلقه في ودنك، العروسه اللي بتيجي للشخص الناجح بتبقى احسن مليون مره من العروسه اللي بتيجي للشخص الفاشل. ركز في مستقبلك، لان اكتر حاجه هتنفعك هي مستقبلك. شكرا.